يحكى أن رجلا كان يصاب بالأرق، ينتقل من يمينه إلى شماله، يتكئ على شماله ثم ينتقل لينام على ظهره ثم يأتي لينام على بطنه، يحتال على المنام حتى ينام، ويأبى المنام أن يأتي أو أن يقوم بزيارته. طال به الأمر، اسودت عينه، رغم أن هذا الرجل يملك من السلطة والولاية ما الله به عليم. تنظر إليه ابنته: ما بك يا أبي؟ مجهدا متعبا، كأن الأرق يا أبي قد انتصر عليك، كل من في القصر يتكلم عنك، يا أبي هل أنت مريض؟ قال: يا بنيتي لست بمريض، ولكن يأبى المنام أن يطرق علي الباب، منذ كذا وليلة لا أستطيع النوم. قالت: يا أبي اسمعها من ابنتك، ما تظلمه صباحا يشغلك ليلا، ما تقم بإهماله صباحا يا أبي وتتركه يواجه الظلم والقسوة، سيأتي لك بالليل زائرا، والمنام من أدبه لا يدخل عليك وعندك زوار. انتبه الأب قليلا على تلك الكلمات، لا يعلم الأب أن تلك الكلمات دخلت في أذنه ففجرت صميم قلبه. انتبه الأب: ما أظلمه صباحا يزرني ليلا، والمنام من أدبه لا يدخل علي وعندك زوار. انتبه الأب أن الوسادة كانت قاتلة يا سادة، وسادة الظلم. نظر، تأمل، تدبر، راجع أوراقه، تأمل في رعيته، مشى في سكك المدينة، استمع للناس، فرأى أن الظلم حال بينه وبين أجمل زائر وهو النوم. راجع أوراقه، أصبح يمشي متعبا في اليوم، يراجع هذا وهذا، يزر فقيرا يرفع عن المظلوم الظلم، يزر مريضا يعاون امرأة يساعد، حتى أصبح ينام منهمكا. فخرج يوم على ابنته فقال: يا بنيتي العبرة ليس في النوم، والعبرة ليس في الراحة، والعبرة، لكن يا بنيتي اكتشفت أن الوسادة القاتلة هي وسادة الظلم. إياك يا بنيتي، وأحذر نفسي أن أضع رأسي على وسادة قاتلة وإن كانت من ريش النعام. الله حارب الظلم، الله منع الظلم، الله أبى الظلم. إياك أن تستخدم أو أن تكن لك سلطة أعلى من الله. إني حرمت الظلم على نفسي، فإذا كان رب العباد حرم الظلم على ذاته العلية وهو من خلقنا، فمن أحل الظلم لذاته إنما يعلو ويضع نفسه فوق قدر الله، ويأبى الله إلا أن يكون العلو إلا له. لهذا يا سادة، وسادة الظلم إن نمت عليها اليوم غدا ستقتلك.